السلام عليكم. واش نتزوج من مرأة موظفة ولا ندي مرأة جالسة في الدار؟ دابا حنا الشباب، الانسان فاش يكبر تيكمل القرايه ديالو، هي القرايه ما كتسالي، المهم تيوصل لواحد النيفو ديالو في القرايه اللي تيأهلو باش انه غادي يمشي يخدم. تيمشي كيلقى واحد الخدمه بعدا واحد التعب اللي كبير بزاف. من بعد تيولي تيفكر انه يستقر في الحياه ديالو، يعني يتزوج واحد الانسانه اللي غادي تشاركو حياته وغتبارطاجي معاه الفرح ديالو وغتبارطاجي معاه الخيب ديالو. هنا تولي المشكل، وهنا كيطرح داك السؤال ديال واش نديها موظفه ولا نديها ربة بيت. وكيسمع بزاف ديال الاراء، كيتلف الانسان ما تعرف باقي شنو غادي يدير، وكيشوف الحالات قدامه صافي كيتلف. فحنا غادي نحطوا المراه الموظفه في كفه والمراه ربة بيت في كفه اخرى، وغادي نشوفوا شنو هو الفرق بيناتهم وشنو هما الايجابيات والسلبيات ديال كل امراه. باش تلقى مراه مناسبه انك تكمل مع حياتك راه صعيبه. المراه الموظفه، شنو هي المراه الموظفه؟ واش تصلح لك ولا ما تصلحش لك؟ هادشي اللي غادي نعرفو دابا. المراه الموظفه ملي كتزوج بها، حتى هي راه قرات وتعذبت في حياتها وبزاف باش لقات ديك الخدمه، ولا عندها واحد المرتب، يعني هذاك المرتب اللي هو الصالير، واحد الاجر شهري اللي كتقدر انها تكمل به حياتها. فهنا تولي واحد المشكل. دابا هذيك المراه فاش كتمشي للخدمه كتجيب معاها الخدمه للدار، كتجيب معاها العيا ديال الخدمه للدار، كتجيب معاها الستريس ديال الخدمه للدار. انت راجلها فاش كتجلس انت وياها، انت عامر بالخدمه بالستريس ديال الخدمه وهي عامره بالستريس ديال الخدمه. في نظركم شكون اللي غادي يهز الحمل الاخر؟ شكون اللي غادي يتصنت للاخر؟ شكون اللي غيخوي قلبو على الاخر؟ هادشي هذا كيجبد مع المده، كيجبد لك بزاف ديال المشاكل مع ديك المراه. وشدت ايضا الا كانوا وليدات من هنا لقدام حتى هو تاثر فيهم بزاف. هذه حاجه واحده. حاجه اخرى، المراه الموظفه هادشي الا كانت كتعاون معك، لا تقول لك انا نخبي الفلوس ديالي، داكشي اللي كتقول لك فلوسك فلوسي وفلوسها فلوسها. متفقين؟ فلوسك انت راه فلوسها هي، وفلوسها هي راه فلوسها هي. متفقين على هذه القضيه هذه؟ هذوك هي فلوسها ما خاصهمش يتقاسوا، ياك؟ ما خاصها دير بهم حتى شي حاجه، ولكن انت تقدر يقول لك انا كنخبي لدوير الزمان. هذه واحد الكذبه عند المراه الموظفه كتقولها، انا نخبي لدوير الزمان وانت صرف. ما نقولش انا نصرفوا بجوج باش ما نطيحوش اون بار. هادشي ويا كانت كتعاونك غتقول لك انا وياك، انا شريت هادي وانت شريتي هادي، انا نقدر شريت ديك الثلاجه، انت شريتي ديك ماكينه الصابون، انا شريت ديك الكاسرونه، انت كتكون مقيده داك الشيء، عارفه شنو شاريه هي، وعارفه شنو شحال خسرت في هذيك الدار، وعارفه بزاف ديال الحوايج. هنا تيولي واحد الحاجه سميتها الحساب. كنوليو كنتحاسبوا في الدار، كنوليو عايشين واحد الحياه بحال شركه وكونطابل والتخربيق والحساب والفاكتورات والتبرزيط. هذيك ماشي حياه زوجيه بتاتا. هنا حاجه اخرى ثاني، المراه الموظفه عندها كونتاكت مع الرجال بزاف ومع العيالات. ممكن تخرج تغدى مع الزميل ديالها في العمل، هي والزميله ديالها في العمل يقدروا يخرجوا بثلاثتهم مثلا. هما واحد الكليكه كتقول لك حنا كليكه، ياك؟ حنا كليكه كنقدروا كنمشيو كناكلوا اونصومبل كذا، كنضحكوا كنهضروا في الخدمه، كنخدموا اونصومبل وديك بلا بلا. يقدر انه هذاك الزميل ديالها اللي في العمل يقدر يلوح عليها يديه، هي ما تهضرش. ممكن حتى هي تحط عليه يديه، كتبادلوا النظرات، الضحك، التكركير. ما تقول ليش انا راه ما يمكنش الانسان اللي راه مخلص، ايه الانسان راه مخلص، ولكن كتولي واحد الوقت واحد الانسان كتشوف فيه انتيا، كتشوف فيه اكثر من راجلك، كتشوفي انت داك الانسان اكثر من راجلك، وكتجلسي معاه اكثر من راجلك، وكتبارطاجي معاه شي حوايج اللي اكثر من راجلك، تفهم؟ وكدوي معاه اكثر من راجلك. شنو ممكن يوقع من هنا لقدام؟ تفاهمين؟ ما تقولوش لي لا، اخلاص والثقه ديك هضره خاويه. متفقين؟ هنا
تولي مشكل، كتولي مشكل ديال الغيره، تولي مشكل شكون هذاك، شكون هذيك، شكون هادشي. الا كان راجل كيف تنقولوا كان حاضر وعارف اشنو كاين. يعني المراه ممكن انها تتعرض لبزاف ديال الحوايج في العمل ديالها، ممكن تعرض لبزاف ديال الحوايج مع الزملاء ديالها. المراه الموظفه كتبغي تخرج تقهوى هنا، كتبغي تخرج تبات تاكل هنا مع صاحبتها، كتخرج هنا جا راه عرض علينا فلان، المدير ديالنا راه عرض علينا لواحد العشاء ديال العمل، بلا 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 بلا. هادشي كامل راه ما خدامش. يعني هنا شفنا دابا المراه الموظفه بالايجابيات ديالها وبالسلبيات ديالها. غنشوفوا دابا ربة بيت. ربة بيت غادي تدخل لدارك، غتلقى اولا غتلقى مع من دوي، غتلقى مع من تحاور، غتلقى بعدا واحد القلب مفتوح ليك اللي غادي تخوي عليه قلبك، غتلقى فين تحيد العيا ديالك وداك ستريس كامل ديال الخدمه. اون فوا كتدخل للدار كتلقى واحد الجو مناسب، كتلقى واحد الجو اللي كتخوي فيه قلبك، اللي كتلقى مع من تهضر، كتلقى واحد الانسانه مستريحه ليك، كتلقى واحد الانسانه موجوده ليك كتسناك انت. فاش كتجي انت بداك الضغط ديال الخدمه وداك التبرزيط وداك الشيء كامل، كتدخل للدار كتلقى واحد الجو مناسب، كتجلس كتخوي قلبك كيف ما بغيتي، كترتاح مع راسك، ما كاينش غرام ديال المشكل. كتلقى هي مصيبه المسائل ديالها كامله هي منظمه الشغل ديالها، باش ملي كتجي انت ما كتلقاش باقي داك الجو مكهرب وداك التبرز. كتدخل للدار كاينه ربة بيت في الدار اللي مهليه مقابله الدار ومقابله دوك الوليدات وجالسه وكتسنى فيك انت. فاش انت كتجي كتلقى بعدا غير على من كتخوي قلبك، فهمنا؟ كتلقى بعدا غير مع من كتناقش. ربة بيت كتكون قاريه براسها، كتكون قاريه ولكن هي عندها قناعات انها ما تخدمش، ما بغات تخدمش، هي حره انها ما تخدمش، وبالعكس درت احسن حاجه دارت في حياتها. يعني كتبقى القرار الرائع او القرار الانسب لاي واحد بغى يتزوج يبعد ويعطي التقار للمراه الموظفه، لانه ما عندهم ما يدير بها وما صالحاش للزواج. في هذا الوقت دابا المراه الموظفه غير صالحه للزواج في وقتنا دابا، الا قليله كنهضر على واحد في المية ولا ماشي 0 شي حاجه في المية. المراه الموظفه غير صالحه للزواج. المراه الموظفه كتشتت بها الاسره، الولاد ما كترباوش مزيان، تكونوا مشاكل في الدار، تكون بزاف ديال الحوايج، ما كايناش الحياه الزوجيه، ما كتكونش، كتكون حياه عمليه فقط. ربة بيت الحياه الزوجيه كتعيش السعاده، كتعيش كلشي، كتحس بكلشي، كتحس بالحياه، كتحس بلي راسك راك عايش وراك مزوج وغتمشي لقدام. خليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير، وما تنساوناش من اللايك ديالكم، من البارطاج. ولا كنتي مازال ما مابونيش معنا، مرحبا بكم، الف مرحبا. كان معكم اسماعيل، تهلاو.